السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صحيحتكم؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ كنقول لكم مبروك عواشركم. دائما فيما حط لكم شي فيديو غنقول لكم مبروك عواشركم، مبروك عواشركم، حتى تدخل ان شاء الله بالصحه والسلامه. يدخل علينا رمضان نقول لكم عاوتاني مبروك رمضان. المهم البنات، اليوم فيديو جديد ونهار جديد غنشارك معكم ان شاء الله البريوات اللي كنديرهم دائما وتيجوني رائعين، وغنوريكم ان شاء الله واحد الطريقه باش كيجيو شاربين من العسل من الداخل، وتيجيو خاوين وتيجيو معلكين. آه، واحد الطريقه زوينه اولا واحد السر اللي كيجي فيهم. ماشي كيجي غير الطريقه، كندير واحد الحيله كنديروها وكيجيو زوينين وواعرين من الداخل، تيجيو شاربين العسل. ثاني حاجه اللي غنوجد معكم اللي هو العسل، اللي ضروري حتى هو غنوجدو معكم، هو الاول عاد ديك الساعه ندوزو باش نوجدو العقده ديال اللوز. ثالث حاجه غنشارك معكم السيجار اللي تيجي رائع في المذاق ديالو من اول مره، وانا اول مره درتو وجاني رائع وزوين. نتوما ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وإلا عجبكم كيف ما قلت لكم دائما اكبر عدد من اللايكات وفي الكومونتيرات الزوينين ديالكم غتقولوا لي واش جا زوين ولا لا. وما تبخلوش عليا البنات باللايكات، لايكات لايكات، جزاكم الله خيرا. اول حاجه البنات، خديت هنايا 2 قوالب ديال السكر لما يعادل واحد 4 كيلو ديال السنيده. الا بغيتو ديروا سنيده، بغيتو ديروا القالب، راه غديروا غير 2 قوالب ديال السكر وغتخويو عليهم 2 لتر ديال الماء. انا درت هنا الماء طايب، علاش؟ حيت باغا العسل يوجد ليا بسرعه، ولا خويت عليه الماء طايب كيدوب وغادي يوجد معايا دغيا غيدوب داك السكر. ما نبقاش نتسنى فيه حتى يبات ليله كامله، عاد ديك الساعه نسد عليه الكوكوت. فلذلك درت هكا باش نختصر الوقت. دائما كنقول لكم شي حاجه ديال الزربه هي اللي ولات خدامه هذا الوقت هذا. كما كنقولوا شي حاجه اللي تجيك سهله، كلشي الناس ولاو بغاو غير شي حاجه سهله. صافي هنايا بعد ما خويت عليه الماء طايب غنخليه شويه غير يهبط داك السكر كامل، ونبقى نهبطو هكا بشي سباتولا باش يشرب الماء كله هذاك السكر. درتو فهاد الكوكوت كبيره، هذه الكوكوت مخليها غير هادشي ديال التعسال هكا ولا سميتو اولا العسل هكا، ولا كنت غادا نعسل فيها نيت. صافي دابا هنا غادا نزيد طريفات ديال الحامض، واحد 4 طروفات ديال الحامض. حاولوا تحيدوا لهم داك العظم ديالهم من الاحسن. وغنزيد واحد العواد ديال القرفه اللي غسلتهم قبل، وغادا نخليها هكا نحرك شويه باش داك السكر يذوب. اللي باقي عندي شي حاجه ديال السكر لتحت. وغادا نسد عليه تقريبا واحد الساعه د المكان. انا ما سديتش عليه ساعه الا ربع، سديت عليه ساعه حتى طاب مزيان وبان لي داك القشر ديال الليمون بان لي تحمر مزيان. وانا كنحل عليه، حليت عليه ملي تحمر القشور ديالو. شوف كيف كتشوفوا الحامض القشور ديالهم ولا احمر، يعني طابوا مزيان. صافي دابا ها هو هنا طاب، وغادا نديرو في واحد زليفه باش نخليه يبرد باش نشوف كيفاش واش نيت عقاد ولا لا. اذا جاكم مازال ما عقدش مزيان غتطلقوا عليه البوطه كيف ما درت انايا، طلقت عليه البوطه حتى اختار مزيان. هانتوما انا حطيت باش نشوف كيفاش ولا جاني على هذا الشكل هذا، جا عاقد وزوين وكيبقى شاد في الشباكيه اولا في البريوات، كيبقى شاد مزيان. صافي دابا غنخليه على جنب، وغادي ندوز ان شاء الله بحول الله باش نوجدوا العقده ديال اللوز اللي كتجي حتى هي رائعه. وهنا البنات غندوزو نوجدو العقده ديال اللوز. كما كتشوفوا عندي هنايا كنعبر السكر، درت 180 غرام ديال السكر، وعندي نص كيلو ديال اللوز قسمته على جوج، نص بغيتو مقلي والنص بغيتو غير عقده خضراء. درت ليهم السكر ديك 180 قسمتها لهم على جوج، جات تقريبا 70 غرام. الرابعه كل 70 غرام درتها في رابعه. وهنا البنات ها هو اللوز اللي حمرت، هو هذا اللي على جنب، والثاني درتو عقده ديال اللوز. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نزيدو فيه المكونات ديالو اللي تيجي. الصراحه هاد البريوات هاد المقلي غنديرو في البريوات، بغيتو ديروهم بجوج تخلطوهم. انا بغيت ندير البريوات مقليين اللوز ديالهم مقلي، وبغيت ندير السيجار اللوز ديالو خضر، ما بغيتش نقليه، ما بغيت حتى شي حاجه. هنا البنات كيف ما كتشوفوا زدت صفار ديال البيضه، غنزيد طريقه ديال المسكه الحره، وغنزيد شويه ديال القرفه. وما نكثروش القرفه باش يبقى لنا لوغو ديال اللوز وتعطينا النسمه ديال اللوز تبقى باينه. بالنسبه للوز خضر حتى هو نفس الطريقه، درت له طريقه ديال المسكه حره. وعندي ما الزهر
البنات بنات الزهر دائما شريو بالعامري اللي ماركه زوينه وتكون بالطابع ديال انا هاد سميتو اللي جبت صراحه ما فيهش مكتوب عليه ماء الزهر بالعامري فعلا، ولكن ماء عادي مكتوب عليه عادي، يعني ريحته ما عنده حتى مذاق. وفي الاخير عاود تحيدته وجبت واحد اخر اللي ريحته زوينه. كيف ما شفتوا البنات زدت واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال الزبده، وغنبقى تندلك تخرج لي ديك التعليكه مزيان. الا عندكم سطح العمل هكا فين تخدموا، من الاحسن حطوه فوق سطح العمل اولا فوق شي بوطاجي ولا سميتو، وبقاو دلكو مزيان حتى كيطلق داك اللوز الزيوت ديالو كاملين. هنايا باش غتجينا ديك التعليكه وديال البريوات، هنايا زدت معلقه صغيره ما عمراش ديال كليكوز باش يتماسك لينا الحشوه. بما انني انا اللوز ما تنسحقوش بزاف، هذا المقلي هذا تنخليه مهروش باش كتجي ديك ملي كتكونوا تاكلوا في بريوات تتجي ديك التقرميشه ديالهم، كتحس براسكم نيت كتاكلوا اللوز، ماشي كيجيكم داكشي مطحون بحال العقده الاخرى اللي كتجي ما طايباش. صافي هنايا غادا ندخل مزيان في داكشي وغادي ندلكم مزيان حتى يطلق الزيوت ديالو. غندوزو اللوز اللي ما مقليش حتى هو نفس الطريقه، زدتو معلقه ديال الكليكوز وغادا نزيد الماء الزهر والزبده. هنايا تقريبا درت 3 المعالق، وغنبقى بنفس الطريقه حتى هو ندلكم مزيان ونزيد ماء الزهر حتى تولي عندي عقده مجموعه. وغندوزو ان شاء الله باش نبداو نصوبوا الورقه ديالنا اللي غنقطعوها ونديروها في بلاستيكه باش ما تضربهاش البرد، نكونوا كلشي موجدينو على اتساع. والصراحه غادي يجيكم زوينين، انا صراحه يعجبوني. واخا هاد السيجار هذا اول مره غادا نديرو ولكن كيجي هائل. صافي البنات هنا خديت الورقه ديال البخار، صراحه هذه كتجي زوينه. قطعت منها دوك الجوانب ودرت تقريبا قطعت قياس بريوه من هاد الجهه وقياس بريوه من هاد الجهه، وكنقطع على هاد الشكل هذا. وكنزيد حتى دوك القداميين دوك الجناب القداميين حتى هما تنحيدهم باش كنحيد دوك اللي ناشفين، ديك الورقه اللي كتكون ناشفه كنحيدها كامله وكنخليها كنقطعهم بهذه الطريقه هذه. راه باين لكم في الفيديو واضح كيفاش قطعتها. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا قطعت داكشي كامل وحطيته حدايا باش تجيني الخدمه سهله. درتو في بلاستيكه وكناخذ هاد الورقه هذه هكا تندهنها بزبيده وتناخذ الحشوه ما نكورها ما حتى شي حاجه، وكنبدا تنعمر بهذه الطريقه هذه. نحاولوا الجوانب باش ما يبقاوش لينا خاوي نعمروهم. صافي وكنستمر هكايا وكنبقى ندهن ببياض البيض باش كتجينا البريوه مشدوده مزيان وما كتحلش لينا في القلي. نفس الطريقه كيف ما كتشوفوا نجمعوا الجوانب مزيان. وهاد الطريقه هذه ما كتجيش الورقه عامره، فاش كتعضي نيت في البريوه كتحسي براسك نيت ما كتجي في العقده نيشان، يعني اولا الحشوه ما كتجيش في ديك الورقه عاد كتوصلي العماره ما كتجيش عامره بزاف بالورقه. كنقطعوا دوك الزوائد باش تجينا زويونه والشكل ديالها وتنسدو ببياض البيض. بالنسبه للطريقه هي اللي قلت لكم كتجي بها البريوه رائعه. كنشدوا البريوه وكنجمعوها من الوسط بحال كنقرصوها بصبعنا من الوسط باش كتجينا بومبي، وفي نفس الوقت كتدخلها العسل ملي كنكونوا كنقليو فيه. هنايا دزت للسيجار باش نوريكم ما نخليكمش كتسناو باش تجمع باش زعما نحط لكم الفيديو وما نتعطلش عليكم. ديك الساعه نكمل خدمتي انا. شفتوا كيفاش كندير؟ كنشد هذاك اللوز اللي درتو عقده خضراء
كنروليهم هكا، كنديرهم على شكل ديال عصيات وكنحطهم. الورقه قطعتها مربعات الحجم ديال السيجار اللي بغيت، وتندهن بالزبده وتنجمع بهذه الطريقه هذه، وكندير بياض البيض باش كنحكم لها الاغلاق ديالها ما تفتحش ليا في الزيت ملي نكون تنقلي فيها. صراحه جاوني انا ساهلين، واخا اول مره كندير هاد السيجار هادو، ولكن جاتني الخدمه ديالهم سهله وبسيطه، يعني اي واحد يقدر يديرهم. خصك غير العزيمه وتشجعي راسك و... واي حاجه نجربها في داري، علاش لا؟ صدقات هو داك، ما صدقاتش المره الجايه ان شاء الله تصدق، ولكن غير تبعوا الطريقه اللي اللي تيعطيوكم زعما هكا الناس اللي فيها القوام مزيان وداكشي. غير نتبع الطريقه واكيد غادا تنجح معكم الوصفه كما هي. بنفس الطريقه عاودت معكم الثانيه، غنستمر هكا حتى نكملهم كاملين وندوزو باش نقليوهم. هنا البنات درت الزيت سخن مزيان. انا الصراحه البنات هنا كندير عفوا ما كيسخنش بزاف، الزيت كيبقى غير القياس، ما كنسخنوش بزاف. انا قلت لكم كنسخنو لا، كنخليو غير القياس باش ملي نديرو فيه ديك سميتها البريوه ما تصدمش لينا بديك العافيه ويتلهبوا لينا ويتشوطوا غير من الفوق. لا، تنديرهم هكا في الزيت بين وبين. ومن الاحسن ديروا زيت عافيه البنات، باش زيت عافيه اولا نوار الشمس باش كتحمل ديك درجه الحراره، وكيجيوكم بريوات زوينين. واخا كتقليو وتعاودوا فيها كيبقاو يتحمروا هما هذوك، ماشي بحال الاخرى دغيا كتحرق وتبدا تشوط لكم في البريوات ولا الشباكيه ولا اي حاجه كتقلى هكا. صافي هنا انا غندير واحد سباتولا وغنبقى نحرك في الوسط باش يتحمروا ليا من جميع الجوانب، ماشي يتحمروا غير من جهه واحده. وشتو الزيت راني مكتره الزيت. هذه هي السباتولا اللي قلت لكم البنات، كتبقاو تحركوا بهذه الطريقه هذه حتى كيتحمروا كاملين. ما توقفوش على التحريك في الاخر ملي قربوا يطيبوا، بقاو تحركوهم هكا ويجيكم اللوين ديالهم زعيعر يا سلام. هنا البنات صافي ها هو تحمروا، خداو اللون ديالهم ذهبي اولا كيف ما قلت لكم زعيعر زوين الشكل ديالهم. وغادي نطفيو مباشره في العسل كيف ما كتشوفوا. غنستمر هكا حتى نكملهم كاملين وغندوزو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش جاو. خليكم معايا حتى الاخر. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا وديال السيجار. الصراحه البنات صدقوني جاو هائلين ورائعين الشكل والمذاق، ولا اروع ولا اروع. جاو صراحه كيشهيو، وغير المنظر ديالهم حتى هو رائع. المهم البنات كنقول لكم عواشركم مبروكه، وكنقول لكم مع السلامه، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم زوينين، وشكرا لكاع الناس اللي تيتبعوني وتيخليو لي تعاليق